مرحبا، فيديو جديد. قبل البداية اضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب أسفل الفيديو، ولا تنسى تفعيل الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والتعليق برأيك على القناة لنستمر دوما بتقديم المزيد وليصل الفيديو لأكبر شريحة ممكنة من الناس. والآن ننتقل مباشرة إلى تفاصيل العنوان الذي قرأتموه في الوصف. توصل صاحب الجلالة محمد السادس ببرقية تهنئة من سيد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الرئيس جوكو ويدودو في هذه البرقية باسمه الخاص وباسم حكومة وشعب إندونيسيا عن أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالهناء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبالازدهار للشعب المغربي. وقال الرئيس الإندونيسي أن المغرب شريك مهم لإندونيسيا في مجال التعاون بمنطقة شمال إفريقيا، مؤكدا أن الجهود المشتركة التي بذلت خلال السنوات الماضية أثمرت عن إنجازات مهمة على مستوى العلاقات الثنائية. وأضاف السيد جوكو ويدودو إن بلدينا ليس فقط مجرد صديقين مقربين تربطهما الثقة المتبادلة، وإنما أصبحتا أيضا شريكين جيدين لهما منافع مشتركة. وبعد أن أبرز الرئيس الإندونيسي الأهمية الكبرى لتطوير العلاقات الثنائية، اغتنم هذه الفرصة ليجدد التأكيد على استعداده للعمل سويا مع جلالة الملك محمد السادس من أجل الارتقاء بالصداقة القائمة بين البلدين إلى مستوى أعلى. النهاية في الأخير، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وكذا الإعجاب والتعليق لأستمر أنا دوما بتقديم الجديد ولتستمر أنت الآخر بالتوصل بجديدنا.